الكثير من الخطورة في مكان خطير. يحاول سالم الدوسري تمرير كرة ذكية إلى محمد البريك المدافع الطائر أو الجناح الطائر في الجهة اليمنى. يحاول البريك مر ومحاولة خطيرة وإدواردو ذهب يا عيني ذهب إدواردو. ليلة من ليالي الزعيم حلق في الدوحة يا زعيم. هدف هلالي هفوة قاتلة من الدفاع المدافع الطائر البريك وإدواردو في قلب كل هلالي. بداية قوية من إدواردو، بداية موسم خرافية يا إدواردو. مهارة، مرور من البريك، هفوة من الدفاع، وبعد ذلك ثمة الشك بوجود تسلل على إدواردو، لكن في الأخير تمكن من الوصول إلى شباك الأخوية 3 مرات في مباراتين. هدف هلالي أول يجعل الأمور أكثر تعقيدا على الأخوية. يريد إدواردو أن يكون لكل الهلاليين هذه المرة ستكون على تنفيذها. نام تايهي يلعبها عرضية، جحفري خلصها بالرأس في استعادتها مرة أخرى. مقصود يحاول البحث عن كرة عرضية أخرى، وبعد ذلك رأسية في مكان خطير، تسديدة قوية، هدف التعادل الأخوية قبل نهاية شوط المباراة الأول. تسديدة رائعة وهدف يجعل الأخوية يتنفس بعض الشيء بلغة كرة القدم، انه قادر على ان يخفف هذا الهدف من وضعيته، من ضغطه في مباراة اليوم. شوف اللقطة مرة أخرى، عرضية أحمد مقصود، الدفاع تدخل، الكرة عادت بعد ذلك إسماعيل في المكان المناسب بدون رقابة. إسماعيل وكرة يقولها حارس كلب، ولكن هنا ليست كذلك. هدف لأخويا ثاني، هدف لأخويا، نعم تشيكو فلوريس يسجل الثاني. تألق خالد شراحيلي، لكن ليس في كل مرة سيبقى شراحيلي وحده أمام هذا الكم من الهجوم. الأخوية يسجل الثاني. المطلوب منا الآن هدفين من أجل أن تمدد إلى أوقات إضافية. درويش خاطئ التمريرة، نواف العابد يستعيدها، لمسة ديغاو، محاولة من خارج المنطقة، تمريرة بينية لمصعد سالم الدوسري، يحافظ على كرة سالم، بينية لسعود، خلصها وزير الدفاع الهلالي أنا اللي أحسمها اليوم. ديغاو لسان حال اليوم. الله يا ديغاو، الثاني خلصها، روعة روعة روعة. ديغاو المدافع، ديغاو المهاجم، ديغاو قائد الدفاع، ديغاو وزير الدفاع، خلص المباراة، حسم الأمور وسجل هدفا حاسما. من يلعب في الهلال من سنوات طويلة كأنه ولد في نادي الهلال، ما لديه من روح عالية، من إصرار كبير، من حب للقميص. ديغاو الذي يدافع عن ألوان الهلال قال أنا أحسمها اليوم، أنا أخلصها اليوم، هيا بنا إلى نصف النهائي. ديغاو سجل الكرة في توقيت قاتل وسجل التعادل وأشار إلى الشعار وقال هنا الهلال في قلبي.